في 30 سبتمبر سنة 2001 ولد عنده 13 سنة لقى أكياس زبالة سودة على شاطئ خليج جالفستون. المية جرفتها واتعلقت بين الصخور علشان يكتشف إن جواها رجل جثة. الولد اترعب واتصل بالشرطة فورا. حكاية النهاردة عن روبرت ديرست، راجل غني جدا عاش طفولة صعبة لكنه قدر يحقق نجاحات كبيرة في الحياة ويبقى عنده كل اللي محتاجه، لحد ما في لحظة اكتشف إنه صاحب أسوأ حظ في الدنيا. أنا خلود عبد الرزاق وده شيء من الخوف. بعد ما الطفل بلغ الشرطة، مشطت الشرطة المنطقة. ظهرت أكياس زبالة سودة تانية بتحتوي على أطراف بشرية، لكن ما تمش العثور على الراس. وكانت واحدة من الحاجات اللي لقوها داخل الأكياس حتة ورقة من جورنال، عرفوا من خلال عنوان مكتوب عليها مكان البيت. راح المحققين للعنوان ولاحظوا بقع دم على السلم الخارجي للبيت. اتعرف المحققين على صاحب البيت، كان راجل اسمه كلاس ديلمان، وقال إن كان في راجل اسمه موريس بلاك عايش في شقة رقم 1، والشقة رقم 2 فيها مستأجرة عجوز اسمها دورسي، كانت صماء وما بتتكلمش. وكان المالك سعيد بأن دورسي مستأجرة عنده لأن هو ما كانش بيشوفها كتير وكانت بتدفع الإيجار مقدم. قدر المحققين إن هم يحصلوا على بصمة صبع من الإيد اللي كانت جوه الكيس، وقدروا من خلالها يتعرفوا على الضحية، وهو راجل اسمه موريس بلاك عنده 71 سنة. ومن خلال تفتيش الشقة اتضح إن في ممر مشترك بالشقق، وفي حد مسح الدم اللي بيودي للشقة رقم 2، وده ساعد المحققين في الحصول على أمر تفتيش للشقة. وبعد مداهمة الشقة لاحظوا إن هي كانت متنظفة ومترتبة كويس جدا، وكان في ملايات على أرضية المطبخ. ولما شالوها لقوا شقوق صغيرة محفورة في الأرض الخشب، ولاحظ المحقق إن هي كانت جديدة، وده خلى المحققين يشيلوا الأرضية ولقوا تحتها بقع دم، وكانت مطابقة لدم موريس بلاك. وبكده اتأكدت الشرطة بأن المكان اللي اتقطع فيه موريس هو ده. لما اتكلم المحققين مع المالك مرة تانية، قال ان الست اللي مأجرة شقة رقم 2 نادرا ما بتكون في المبنى لأنها بتسافر كتير. ففكر المحققين ازاي ست عايشة في شقة قديمة زي دي عندها فلوس تسافر دايما وتغيب لشهور كتير. فسأل المحققين صاحب المبنى عن مواصفات الست دي، فقال ان هي ست متوسطة في العمر وصماء، لكن ما كانش فيه اي حاجة في الشقة توحي ان في ست سكناها. صاحب المبنى قال انه افتكر انه شاف اكتر من مرة راجل بيدخل للشقة وكان بيحسبه جوز اخت دورسي، لكن الشرطة شكت ان مفيش ست اسمها دورسي اصلا وان ده راجل، والاسم كان لمجرد التمويه. الخطوة اللي بعد كده كانت التفتيش في سلة الزبالة اللي موجودة في الممر اللي خارج المبنى، واول حاجة لقوها كانت فاتورة نظارة طبية، وكان فيها وقت استلام النضارة واسم المستلم، وكان الاسم روبرت ديرست. أخدوا الوصل لمكان تسليم النضارات، وأكدت اللي بتشتغل هناك إن ميعاد تسليم النضارة هو الجمعة اللي جاية. أخدوا المحققين رقم تليفونها وقالوا لها تتصل بيهم لو المشتبه بيه جه علشان يستلمها. وفي الزبالة برضو لقوا فاتورة بترجع لمحل قريب من الشقة، فراحوا للمحل علشان يتأكدوا من مشتريات الفاتورة دي، واللي كان فيها سكينة طولها 10 سنتي وملايات ومنشار. يوم الجمعة الصبح جه اتصال للمحقق من محل النضارات، فراح لهناك وكان الراجل اللي بيستلم النضارة لسه خارج من المحل وركب عربيته. فقدر المحقق انه يوقف العربية وفتش شنطة العربية ولقى فيها منشار، فقبض على الراجل اخيرا. واتفاجئ المحقق لو كان الراجل ده يقدر فعلا يرتكب جريمة بشعة ويقطع جثة، لان كان شكله عامل مكتبة لطيف. ولما اخدوه لمركز الشرطة عمل مكالمة تليفونية لست اسمها ديبرا من نيويورك، وقال لها انا مقبوض عليا بتهمة القتل وانه محتاج 250 ألف دولار كفالة قبل ما يحاكموه. فقالت له ان المبلغ هيكون جاهز الصبح. افرجوا عن روبرت بكفالة بعد ما اعترف بانه هو والضحية موريس كانوا اصدقاء وبيتفرجوا على التلفزيون مع بعض. واثناء ده ادعى روبرت ان موريس وجه المسدس تجاهه وهو بدأ يدافع عن نفسه،
نفسه، فأخد المسدس من موريس وضرب عليه النار، ولأنه خاف إن يتم اتهامه بالقتل قطع الجثة ولف حتت منها في أكياس زبالة ورماها في الخليج. انتشر خبر اعتقال روبرت بسرعة من أشخاص بيسألوا لو روبرت هو نفسه وريث عيلة ديرست الغنية، وتعجب المحققين إزاي راجل من عيلة غنية ومعروفة يرتكب جريمة زي دي. مش كده وبس، سجله القضائي كمان بيتضمن حالة اشتباه في قضية اختفاء مراته الأولى في نيويورك، ودي قضية تصدرت عناوين الصحف بعد ما بلغ عن فقدان زوجته كاثلين سنة 1982 وما تمش العثور عليها أبدا. وعيلة كاثلين كانت متأكدة بأن جوزها هو المسؤول عن اختفائها، لكن روبرت حافظ على ادعاء البراءة دايما. وهنا خلونا نروح نعرف مين هو روبرت ديرست. الاسم بالكامل روبرت ألان ديرست، مواليد 12 إبريل سنة 1943 في مدينة نيويورك الولايات المتحدة، وريث رجل العقارات الأمريكي سيمور ديرست اللي عنده شركة عقارات مشهورة. روبرت درس الاقتصاد في جامعة ليهاي، وبعد ما اتخرج سنة 65 دخل جامعة كاليفورنيا، وسنة 1973 اتجوز من كاثلين طالبة في كلية طب أسنان، وبعد كده بسنة اشتغل بشكل متقطع في شركة عيلته. وفي سنة 81 كان جواز روبرت وكاثلين بينهار بسبب انه كان عنيف ومسيطر. في 31 يناير سنة 1982 يعني قبل كام شهر من تخرج كاثلين من كلية طب الأسنان اختفت فجأة. روبرت ما بلغش عن اختفائها لحد 5 فبراير، قال انه اخد مراته لمحطة القطر في كاتنا نيويورك علشان ترجع للبيت بعد ما قضوا مع بعض اجازة نهاية الاسبوع على ضفاف البحيرة في جنوب مدينة سايلم. ففتح المحققين تاني القضية بخصوص قتل كاثلين والاطلاع على جميع الافادات اللي اتقدمت خلال 20 سنة. ولما بدأ واحد من المحققين يتكلم مع اصدقاء كاثلين كلهم قالوا له يتكلم مع سوزان بيرمان لانها كانت الصديقة المقربة لروبرت، ولما كانت كاثلين مفقودة كانت سوزان بتحمي روبرت من الصحافة. وقالوا للمحقق لو كان في حد هيكون عارف بخصوص اختفاء كاثلين هتكون سوزان. كانت صداقة روبرت وسوزان بتجمعها جوانب مشتركة كتير. اتوفى أبو وأم سوزان لما كانت شابة، وروبرت انتحرت أمه قدام عينه لما كان صغير، وكان روبرت بيفكرها بأبوها، فهو عنده نفس القوة والنفوذ والغنى، وكان بيعرف يتخلص من المشاكل بسهولة. واكتشفت سوزان في الجامعة بالصدفة إن أبوها متهم بجريمة قتل، وكانت صورته على غلاف مجلة وهو متكلبش، ومع ذلك كانت بتعتبره مثلها الأعلى. سوزان كانت دايما بتردد إن روبرت محتاجها وبتجمعهم صداقة خاصة. ووقت اختفاء كاثلين كانت الصحافة بتتصل بروبرت كتير، وطلب روبرت من سوزان إن هي تتعامل مع الموضوع، وكانت بتعرف تتعامل مع الصحافة لأنها كاتبة، وقرر بإن هي تبقى المتحدثة باسم روبرت. وكانت بتحكي قصص اخترعتها مفادها إن كاثلين وصلت لبيتها في مانهاتن وإن هي عايشة، والكل صدق الكذبة دي. ويوم اختفاء كاثلين قال عميد كلية أينشتاين للطب إنه اتصل بكاثلين في بيتها وقالت له إن هي حاسة بالتعب وما جاتش بعدها أبدا. وكان عميد كلية الطب صديق لروبرت، وكان في أقاويل عن مساعدته لروبرت بخصوص كذبه فيما يتعلق باتصال كاثلين. عرف المحققين إن كاثلين طلبت الطلاق من روبرت وكانت عينت محامي لده. ويوم الخميس اللي قبل ليلة اختفائها كان محامي كاثلين قال لها إن روبرت رفض طلب طلاقها. ولقوا المحققين إن مفيش دليل على إن كاثلين سابت منطقة جنوب سايلم، وفي الحقيقة ما تمش استجواب روبرت عن الجريمة أبدا، لكنه وافق إنه يصور فيلم وثائقي بيحكي قصته من وجهة نظره مش من وجهة نظر المحققين والناس. وخلال المقابلة اتكلم روبرت عن زواجه من كاثلين، واتسأل عن إزاي يتعامل مع اختفاء مراته، فقال إنه مش عارف إذا كانت ميتة أو حية. وتم سؤاله لو كان له علاقة باختفائها، قال لا أنا معرفش إيه اللي حصل لها، وقال أنا أعتقد إن هي متوفية. ووصف جوازه بإنه كان جواز سيء، وده أقل حاجة تتقال عنه، وفي الأغلب إنه كان غلطة، لكن بالرغم من ده ما كانش ليه علاقة باختفائها. كشف المحققين عن وجود 3 مكالمات تم إجراءها من مينا نيو جيرسي لشركة ديرست، والمكالمة كانت مدفوعة التكلفة من الشركة. وقال أشخاص من جوه الشركة إن محدش يقدر يعمل مكالمة على تكلفة الشركة غير ديرست. وتم سؤال روبرت حوالين طبيعة المكالمات اللي تم إجراءها في الوقت ده بعد اختفاء كاثلين بيومين. روبرت نفى إنه عمل أي
أي مكالمة من هناك، لأنه ما كانش متواجد على شاطئ نيو جيرسي في الوقت ده. والشرطة دورت على الجثة على شاطئ نيو جيرسي لكن من غير جدوى. ولما تتبعوا المكالمة التليفونية شافوا إن هي جاية من مكان اسمه شمال هامستد. المكان ده فيه غابات كبيرة لأشجار الصنوبر، ممكن تدفن جثة هناك ومحدش هيقدر يعرف أبدا. والمكان ده يعتبر ملتقى لرؤساء العصابات وبيرموا الجثث فيه، وخصوصا إن سوزان كان ليها علاقة ببعض العصابات الإجرامية اللي كان أبوها يعرفهم، وممكن تعمل أي حاجة علشان صديقها المقرب. في صديقة مقربة لكاثلين راقبت سوزان وادت الشرطة خريطة لمكانها وقالت لهم إن لازم يحققوا معاها مهما كلفهم الأمر، علشان هي عارفة حاجة حوالين اختفاء كاثلين. في فترة الأعياد سنة 2000 ابن حبيب سوزان كلمها علشان يعيد عليها لكنها ما ردتش، فحس إن في حاجة. وبعد كام يوم الشرطة استقبلت بلاغ بيفيد إن في واحد من البيوت في الحي بابه مفتوح من فترة طويلة. وصل الشرطي المكان ودخل فلقى جثة على الأرض، كانت جثة سوزان وكانت أخدة رصاصة في راسها. وقت الوفاة كان الساعة 2 بالليل. البيت كان مرتب جدا وما اتسرقش أي حاجة، وقفل الباب كان في حالة كويسة، يعني مفيش آثار أو علامات على الدخول بالعافية، وده معناه إن القاتل دخل بموافقة سوزان. توقيت مقتل سوزان أثار الفضول بسبب إن روبرت قال لبعض الناس المقربة إنه هيقابلها قبل كام يوم من قتلها. واتسأل روبرت إيه شعوره حوالين مقتل سوزان، قال حسيت بالأسى ومندهش جدا من إنهم متهميني بقتلها، بس الشرطة قالت إن مقتل سوزان كان بسبب تورطها مع العصابات. ومدير سوزان قال هي كانت بتشتغل على برنامج تلفزيوني بيتكلم عن أساليب العصابات قبل ما تتقتل. اسم الشرطة في بيفرلي هيلز استقبل رسالة عن طريق البريد، كانت طريقة كتابة العنوان غلط، اتكتبت بيفرلي بحرف الإي والواي بدل من LI، وكانت رسالة فيها عنوان سوزان وكلمة جثة. الرسالة وصلت في اليوم اللي قبل اكتشاف الجثة، لكن الشرطة ما أخدتش الرسالة على محمل الجد، واعتقد المحققين إن الشخص اللي بعت الرسالة مهتم بسوزان ومش عايز الجثة تتعفن، علشان كده استبعدوا عصابات المافيا. ابن حبيب سوزان اتصل بالمخرج الوثائقي وقال له إنه عنده حاجات لسوزان، ورسالة روبرت كتبها في مارس سنة 99 قبل ما سوزان تتقتل، والعنوان كان على الرسالة كان فيه نفس الخطأ الإملائي اللي في كلمة بيفرلي، متطابق تماما مع الخطأ اللي راح للشرطة. تم عرض الرسالة على خبير المطابقة بين الكلمات ولقى ان التشابه بينهم كبير جدا، ومع ذلك في اختلافات بسيطة. قال روبرت انه كتب رسالة لسوزان لكنه ما كتبش رسالة للشرطة. مخرج الوثائقي عرض الرسالتين على روبرت وقال له يحدد انهي رسالة من دول كتبها لسوزان، لكنه ما عرفش يحدد. اتكلم روبرت في الوثائقي عن حياته العائلية البائسة وانه عاش اوقات صعبة، كان مجرد طفل غني مسكين. وفي مقولة معروفة عن روبرت بيقول فيها طول حياتي كان عندي فلوس اكتر من اني اقدر اصرفها، لكن ده ما حسسنيش بالسعادة ابدا. لما روبرت كان عنده 7 سنين كان موجود وقت ما امه توفت، ماتت بطريقة بشعة جدا. روبرت كان ابنها الكبير ووصف ذكرياته مع امه بالسعادة وقال ده كتير، وكانت ذكرياته حوالين انتحار امه بان ابوه صحاه من النوم وقال له عايزك تشوف امك، وهو شاور لها مش عارف لو كانت شافته او لا. ما جاش في باله ليه امه لابسه هدوم النوم فوق سطوح البيت، وابوه قال له روح علشان تنام. ولما راح سمع الخدامه بتقول وقعت من ارتفاع عالي جدا، وبعد كده شهود العيان قالوا ان هي وقعت من السطح وما قالوش ان هي انتحرت. روبرت مش عارف ليه منسيش ابدا الحادثه دي، وقال من السيء ان هم ياخدوا طفل عنده 7 سنين لجنازه امه، وكان كل الناس بيقولوا ان هي هتبقى كويسه. لما نزلوا التابوت صرخ وقال طلعوا امي من الصندوق، مش عايز ان هي تفضل في الصندوق. وبعدين حاول يوقفهم، وبعدها بقى سبب كل المشاكل لابوه. كان بيهرب من البيت ومن المدرسه علشان يستخبى، وابوه ما بقاش معاه خالص. ولما بقى عنده 13 سنه واجه ابوه ان ليه هو مش جنبه، لكن ابوه كان بيمشي من غير ما يرد باي كلام. كان في اخ لروبرت اصغر منه اسمه داج، قدم بلاغات كتير في روبرت بيدعي انه هيقتله، علشان كده كان في امر حمايه من الشرطه بان روبرت ما يقربش من بيت اخوه ابدا. لكن اثناء تصويره للوثائقي روبرت اخد صوره ليه وهو معدي من قدام بيت اخوه، وبكده يبقى كسر القانون واتقبض عليه وخرج بكفاله $5000. اثناء مقابله
خبرة روبرت، وقبل انتهاء الوثائقي قدام الكاميرات طلب روبرت انه يستخدم الحمام، فالمخرج قال له اكيد. واثناء دخوله للحمام ومع وجود الميكروفون متعلق في بدلة روبرت وهو مش واخد باله انه لسه شغال، اتكلم روبرت مع نفسه كأنه بيكلم شخص تاني وقال هما مسكوك، قبضوا عليا، انا مش عارف في ايه في البيت، انا بواجه صعوبة مع الاسئلة، انا مش عارف اعمل ايه. وقال انا قتلتهم كلهم اكيد. قبضوا على روبرت قبل ساعات من بس الحلقة الختامية من المسلسل الوثائقي ذا جينكس او النحس، انتاج سنة 2015. السلطات قبضت عليه في مدينة نيو أورلينز وما اتحكمش عليه غير على قضية قتل سوزان بس. أخد حكم بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط، ومات في السجن يوم 10 يناير 2022 بسبب سكتة قلبية داخل مستشفى السجن، وكان عنده 78 سنة. وبكده تبقى حكاية النهاردة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.